هل تتخيل أن حمل المظلة في شوارع لندن قديماً كان يعتبر إهانة للرجولة؟ نعم، المظلة التي تحميك من المطر اليوم كانت في الأصل رمزاً للرفاهية والأنوثة فقط. بدأ الأمر في مصر القديمة والصين، حيث كانت تستخدم للحماية من الشمس كرمز للملوك والنبلاء، وعندما وصلت لأوروبا ظلت لقرون حكراً على النساء الطبقة المخملية. في عام 1750 قرر رجل بريطاني يدعى جون هانوي تحدي الجميع، وحمل مظلة في شوارع لندن الممطرة. سخر منه الناس ورموه بالحجارة، حتى أن أصحاب العربات حاولوا دهسه لأنهم خافوا أن يقطع رزقهم. ظل جون صامداً ل30 عاماً، حتى أصبح العالم كله اليوم لا يستغني عنها. العبرة: أحياناً التغيير يحتاج لشخص واحد لا يخاف السخرية. ما هو الاختراع القادم